لا خير فينا إن ساءت أخلاقنا مع رب العالمين جل في علاه، ولا يكون لنا مثلا في ذلك إلا إبليس حين أمره ربه بالسجود فأبى واستكبر فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، تكبر على ربه جل وعلا. ساءت أخلاقه مع خالقه. هؤلاء اليهود قالوا يد الله مغلولة، قالوا عزير ابن الله. أما النصارى فقد قالوا إن الله ثالث ثلاثة عياذا بالله. هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. فلا خير في أمة ساءت أخلاقها مع ربها. أما حال أبنائنا نقول والله المستعان، فهي أسوأ من أخلاق إبليس، أسوأ من أخلاق إبليس مع الله، وأسوأ من أخلاق اليهود مع الله، وأسوأ من أخلاق النصارى مع الله. كم من مسلم ينتسب إلى الإسلام كذبا وزورا يتجرأ على سب الله جل في علاه، فأي أخلاق معه؟ بل وكيف سيقف بين يدي الجبار يتجرأ على سب الله بأقبح الألفاظ وأشنع الأوصاف، لا قالها يهود ولا نصارى، يقولها من ينتسب إلى الإسلام كذبا والعياذ بالله. هذا كيف سيكون حاله حين يقف بين يدي ربه جل في علاه وقد ساءت أخلاقه مع الله؟